قررت اعمل سلسله اسميها افكار ضيعت ايام، لان لاحظت ان في افكار كتير جدا الناس مصدقاها وعماله تضيع في عمرها وبيكتشفوا انها غلط في الاخر بعد ما تضيع مده طويله. يلا نبدا باول فكره ضايعه. اخاف على اولادي من السفر. اب وام بيبقوا قلقانين على اولادهم جدا ان هم يسافروا، والعيال اصلا من جوه قلبهم حاسين ان ليهم حق. ان الخوف حاجه صحيه لو مش بيوقفنا عن عمل حاجه. لو انت او انت عايز تسافر واهلك مش موافقين، ازاي اقدر اعرفهم اكتر واخليهم ما يقلقوش؟ التكنولوجيا اللي احنا فيها دي كل الناس تقدر تطمن على بعض كل لحظه، ما ينفعش تختفي. لو انت اصلا مش عامل ما بينك وما بين اهلك الرابور ده، هيبقوا هم مرعوبين وانت كمان على طول خاضدهم. فلازم يبقى في ثقه الاول من قبل ما تفكر تسافر. فكره الامان، في اهالي كتير بتخاف على بناتها واولادها ان هم يسافروا عشان الامان. انا عايزه اقول لكم بما اني سافرت بلاد كتير جدا ما بعدهمش، وجدت الامان في بلاد كتير قوي اكتر مما تتخيل، واكتر من الامان اللي انت تعرفه طول ما انت عايش في بلدك، وخصوصا الاماكن السياحيه لان ده اكل عيش الناس، فهم مهتمين جدا بالامان. بشوف ناس كتير بتبتدي تسافر بعد ما تكبر وتبقى متضايقه على الوقت اللي ضاع. بجد ابتدوا دلوقتي، مفيش حد هيديك حقك كده في ايدك.